فنان تشكيلي اسلام المصري. احنا دلوقتي في قاعة التحرير، القاعة الأولى تم افتتاحها مع معرض تحرير مصر. دلوقتي ورانا لحد في لوحة للفنان حمزة. معرض تحرير مصر افتتحناه يوم 22/5/2011. المعرض في ميدان التحرير جوه محطة مترو أنور السادات. معرض أكبر نسبة مشاهدة في العالم، نص مليون واحد. حسبنا النسبة دي من عدد التذاكر اللي باعت في اليوم ده. وافتتح المعرض الدكتور أحمد نوار والمهندس محمد الشيمي، رئيس الشركة العامة لإدارة تشغيل مترو الأنفاق. طبعا هو عمل الفنان نبيل المصري ووالدي كوميسير المعرض. حط 11 لوحة بالخامات الطبيعية والأسنابل القمح. في معانا 130 فنان في 400 130 فنان في 400 لوحة تشكيلية مع 80 صورة فوتوغرافية. معرض في الافتتاح حصل يعني نجاح كبير جدا. المعرض سمع مصر جوه مصر وبره مصر. في ناس كلمتني، مكلمينا من قطر، ناس مكلمينا من عايزين يطلعوا المعرض جولة بره وأعمال فنانين تباع كمان. احنا كنا مانعين احنا كنا مانعين. هدفنا ان احنا نعرض ونعمل معرض للجمهور، معرض يبقى فيه نسبة مشاهدة عالية. فين الواد اللي كان معاك هنا؟ تعال انا اجيب الواد دلوقتي. في واد بيقعد ناس محمد رضا وصاحب المعرض ده، وفرقعت معاه صاحب المعرض ده، تمام. قاعدينه هنا بس هو عم مشي من غير استئذان، تمام. شغل محمد حمزة فوتوغرافيا، سايبين شغل ثورة، شغل جميل جدا. في هنا شغل سماح سعد، 3 لوحات. ده شغل محمد عادل حياة. شاور على كل شغل يا شاور على كل شغل يلا. ده فنان حر مدرسة الفن، عمره 21 سنة. وده من الناس اللي هو يعني اي حد ممكن يفتكر واحد مدرسة الفن يبقى مش فنان، لكن ده مدرسة الفن ما اتعلمش على ايد حد، شغله زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي داخلين على لوحتي، اكبر لوحة في العالم بورق الشجر، لوحة أسطول الحرية. لوحة طولها 5 متر في 1.25 متر. اتفرجوا عليها كده. دي قصتها ان احنا كلنا واحد، شجرة واحدة، البشرية كلها، سيدنا آدم وستنا حواء، كلنا واحد. شجرة طلع منها مركب على شكل حمامة سلام، طلع منها عجزة بكمل، طلع منه شكل بني آدم راسه للسما وبيصرخ. والجذع اللي هو الاتنين منه، الجذع طالع من حصره وخنقه وبيصرخ منه. مكمل شكل واحد ماسك رمح اخره الشمعدان اليهودي وفوق نجمة داوود وبيضرب مركب حمامة المركب اللي هي جاي تساعد الجملاء بعبر هنا عن الفلسطينيين، هنا الاسرائيليين، هنا عن مركب مرمرة اللي تم اعتداء اسرائيل عليها. هنا اعمال الفنان محمد حيدر، هو اللي بيصورنا ده على فكرة يعني، تمام. اعمال الفنان مين؟ محمد حيدر، وهو اللي ايه؟ بيصورنا. محمد شحاتة. كمل. وعامل اعمال شغل جرافيك كمبيوتر فوتوغرافيا، عامل شغل جامد جدا وشغل عالي. هنا الطفل احمد عبد الحكيم، ابن الفنان عبد الحكيم صالح. الطفل احمد عبد الحكيم. انا مدير المعرض على فكره. بقول لك بس ايدك في المعرض. ماشي حاضر. احنا بنسجل بس. المهم يا محمد انا مدير المعرض. ماشي حاضر. صور براحتك بس احنا بنسجل. الطفل احمد عبد الحكيم ابن الفنان عبد الحكيم صالح. لوحته طبعا زي ما انتم شايفين احنا فتحناها للاطفال والدكاتره والناس المحترفه، كل الناس. وسام نواوي معيده في تربيه نوعيه جامعه القاهره. ايمان قطب، 2 من الجمهور بيتصوروا. لوحه تشكيليه لذيذه. لوحه اين محمود محمد الكولي، اسماء سالم فوتوغرافيا، يوري فريد فوتوغرافيا، 4 أعمال فوتوغرافيا. جميلة كده. ايه ده؟ ده صورة صورها صورة ابن المهندس أحمد حامد، مهندسين اللي شغالين هنا في المحطة.
صورة ايه بتقول؟ ابن المهندس احمد حامد من المهندسين اللي شغالين هنا في المحطه. بنرات الشهيد، صور الشهيد شهاب حسن شهاب، والد شهاب هو ده حدث من احداث المعرض. شهاب تم اغتياله بطلقه في الراس يوم 28 جمعه الغضب، يوم 28 جنب المجمع. استشهد بعدها باسبوع، ووالده كان موجود معانا وعايز يعرف الناس بمأساة ابنه. صور 15 صورة فوتوغرافيا من السويس أيام الثورة، في أول الثورة من السويس. كريم علي، فنان كريم علي. يلا نروح على